بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في نقل مباشر لاول مره على قناه اتش اي جيمنج، نقل وبث حصري لبطوله العالم لاول مره في الدول العربيه، وحضور كبير جدا وتمثيليه حاضره لدوله المغرب بين 3 لاعبين من مختلف دول العالم. نعم متابعينا الكرام، يسعون الى تحقيق الفوز، ولن نترككم مع النشيد الوطني للاعب الامريكي. والآن نستمع إلى النشيد الوطني الخاص باللاعب من دولة اليابان. والآن مع التمثيلية القوية للاعب المغربي نستمع إلى النشيد الوطني المغربي. كل اللاعبين مستعدين لانطلاق المباراة. يتقدم الحكم الافريقي، تعطى انطلاقة المباراة، واللاعب الجابوني ينقض على الصدارة بسرعة فائقة. كما ترون متابعينا الكرام، منافسة قوية جدا. نعم، منافسة قوية بين اللاعبين، خصوصا اللاعب الجابوني يتقدم السباق منذ الوهلة الأولى، منذ إعطاء صافرة البداية انقض على دراجته النارية وتصدر المجموعة المتكونة من 3 لاعبين. تمثيلية حاضرة والتصوير وكل شيء حاضر في هذه المباراة. شكر خاص للزميل الأخ عادل على هذه الالتفاتة لهذه التظاهرة الكبيرة جدا لتنظيم بطولة العالم في الدول العربية. لا زالت المباراة متابعينا الكرام تسير بشكل جيد وبالشكل المطلوب. يتصدر اللاعب من مدينة أو من دولة اليابان تصدر اللائحة وتصدر السباق في المركز الأول، ومنافسة معه اللاعب المغربي لا زال يريد الانقضاض على الصدارة. لاعبين ذو خبرة وذو إمكانية خطيرة جدا يقتبس الصدارة في آخر مضمار. نعم متابعينا الكرام، هنا أصدقائي البث المباشر وحصري من الأخ عادل لهذه المباراة. الشكر موصول على التنظيم الجيد
متابعينا الكرام، لا زال المباراة تمشي بشكل جيد، ولا زالت المنافسة بين اللاعبين دائما في البداية ودائما في اللائحة الأولى، والتصدر هو اللاعب من دولة اليابان، يليه في المركز الثاني من دولة المغرب، بينما من المركز الأخير من دولة أمريكا الولايات المتحدة. لا زال في المركز الثالث كما ترون متابعينا الكرام، يسير في المركز الثالث، يريد كذلك الفوز في هذه المباراة. لما لا؟ لاعبين من الطراز العالي يشاركون في هذه المباراة، والآن يدخلون في المنعرجات التي قد تسبب لهم نقص في محركات الدراجات النارية، لكن دون جدوى. يريدون الفوز، نعم يريدون الفوز، يضحون بأنفسهم ويضحون بكل شيء من أجل الفوز لا غير ذلك. هنا المغربي لا زال يريد انقضاض على الصدارة. هناك خطأ ما حدث للاعب من دولة اليابان، ربما حدث له عطل، والمغربي يسير نحو التقدم. نعم يسير نحو التقدم، لم يتبقى الكثير للوصول إلى خط النهاية، ولا زال المنافسة كبيرة جدا مع اللاعب الأمريكي. نعم متابعينا الكرام، يصل إلى نهاية الخط، وألف مبروك، ألف مبروك للاعب المغربي، يتوج بلقب بطولة العالم لأول مرة في هذا التظاهرة الكبيرة، وتصفيق كبير جدا وهدايا رائعة تقدم للاعب، تتويج مغربي لأول مرة في بطولة العالم. نعم متابعينا الكرام، احتفالية خاصة لهذا اللاعب برقصته الجميلة وباحتفالاته الرائعة، يحتفل بطريقته الخاصة لأنه حصل على لقب بطولة العالم لأول نسخة لها تقام في المغرب. نعم متابعينا الكرام، ايوا خوتي، كنكونوا وصلنا لافان ديال الفيديو. ما تنساوش لايك وسبسكرايب وشاركوا الفيديو مع اصدقائكم الا كان عجبكم بطبيعه الحال، وما تنساوش تخليو لينا التعليقات ديالكم الا كانت عندكم شي افكار يمكن لينا نطبقوها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. المهم غادي نخليوكم مع الكواليس اللي وقعت لنا اثناء تصوير هذا الفيديو، لان كواليس كانت كبيره بزاف ديال الكواليس والاخطاء اللي وقعت لنا. المهم غادي تشوفوا هاد الكواليس، من اهمها انه هذا هو المنظم عادل هذا هو المنظم التظاهره واللي دار هذه التظاهره ونظمها بشكل جيد، الشكر خاص له. المهم هو هنا تينظم داكشي وتيقاد، هو ما شافش راه انه جاي واحد خونا من اللور جايب حتى هو سكوتر غيحطو. المهم هو تيحير في الطوموبيل، دار 3 سكوترات حطهم في الطريق. المهم مشى حيد الطوموبيل ورد مارشاريان باش هو يتبانا بها ويصور. المهم هو غيرد مارشاريان، غادي يمشي غيبانوا ليه 4 سكوترات المهم اخوتي هما بانوا ليه 4. هنا غادي يمشي باش غيحيدو، غتبان ليه ام بي 14 مع الحب ديالو، نسى كلشي، هز الام بي 14 وخلى السكوتر تما. المهم هو غيركب هذاك خونا داك الهيرويك اللي معانا. المهم هنا غيمشي عندي، غيبغي يقاد سكوتر، غنقول ليه ريح انا غنقاد لك كلشي غير كون هاني. هو غيمشي غيحيد هذاك للهين اللي هذاك مول الهيرويك، غيحيد ليه السكوتر ديالو غيخليه بلاش. المهم دابا ولات 3 وهنا غادي يجي غادي يلوحق البوله، غادي يفرتك لينا كلشي اللي ضربناه، كلشي جمعناه ضربوا لينا في الزيرو. وخاصنا ثاني نعاودو نجمعوا السكوترات من جديد ونعاودوا الحلقه من جديد. ضرب لينا كلشي في الزيرو كما كتشوفوا، بدا كيضحك. وزاد الاخر هذاك مول الهيرويك حتى هو كمل على السكوتر اللي كان باقي صافي. وبقى واحد مشى ليه ثاني اوتاكو اللي من الجابون كما قلت لكم اخوتي. وهذا بقات لي طوموبيل فيراري راهو تيكمل عليها. انا بقيت غير تندور، ما عرفت شنو غيطرا، انا اللي كنت باغي نصور وداك الشيء طلع لي في راسي هادشي وطلعوا لي الدم صراحه. عاودنا الحلقه من الاول، وهنايا ناضت تخابطت كلشي، مات كلشي. المهم كنمشي نعتقهم، قال لي ما تعتقني ما حتى حاجه، كنخليهم حتى انا كندور حداهم. انا كنت داير راسي نوب هنايا باش باش يدخلوا معايا النوابه وصافي. المهم انا غادي كلشي غيموت. وهنا غيوقع لينا واحد البلان اننا تعدنا 3 سكوترات باش غادي ننطلقوا. غيعطي الحكم صافي البدايه غنركب في السكوتر ديال مول الهيرويك، وهو غيبقى تالف مسكين عاد غيمشي الاخر والحكم هنا كيصفق. هاد الحكم بان ليا سكران شويه، شتو كيصفق بحال ما هكايا، وغادي يمشي باش غيمشي قدام الاخر وغادي يحبسو وغيخليني انا اللي غنمشي نتبعو. المهم انا تبعته هنايا وبقينا غاديين بحال ما هكايا.
المهم بقينا غاديين بحال ما هكا. هنا غادي يسالي وهنا الدم. دخلنا لازون وبغينا نشدو هذاك خونا مول الهيرويك، ولكن الله غالب غادي نوصل غير هنا وغيتقاد ليا الدم وغنطيح، وهذا خونا بغى يستغل الفرصه حتى هو طاح معايا وبقينا بجوج. المهم هو انه يبقى معايا واحد، وفي الاخر داك مول الهيرويك لقيناه مديباني راسو وغادي في لازون باغي يخلق المستحيل عنده الدم، عنده كل شيء، مديباني راسو تيزيد في الدم وتيكافح، ولكن في الاخر غادي يموت مسكين. هنا تنوصلوا لافان ديال الفيديو خوتي، ما تنساوش لايك وسبسكرايب من اجل استمرار مثل هذه الفيديوهات، وجود باي.